طب تمام الحمد لله. اسلوبك مختلف. طب يعني انت اتعمدت انك تعمل هذا الشيء، يعني حركات جزء من الشو الاعلامي؟ ابدا حبيبتي الشو الاعلامي ده يعرفوه اهل الاعلام. انا وظيفتي استاذ في جامعه الازهر، يعني واكبر اساتذتها كمان سنا ورتبه، يعني درجه استاذ، واستاذ في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في ابها. فانا جامع بين جامعتين اصيلتين كنت فيهما وما زلت على من يشهد بذلك الزملاء ويشهد بذلك من تخرجوا على هذه اليد، مش الهاند ان دي الخمس صوابع، ولكن اليد تطلق ويراد بها الندى والقوة والعلم والعطاء عموما. جميل. انا حبيبتي لا اعرف شو اعلامي ولا شو بطاطسي بتاع البطاطس، عارفه البطاطس والملفوف؟ انا لا بتعمد لا ده ولا ده. انا بطريقتي اعرف مرادي وكيف اوصله للعالم. لكن لا بعمل بروفة ولا بستعد بحاجه ولا عادي انك تقول لي حبيبتي يا دكتور. وقال طبعا حبيبتي، امال يعني عدوتي لو لم تكوني حبيبتي ما اتيت اليك، ولو ما كانتش العربيه حبيبتي ولا هقول فيها ثانيه واحده. وما الذي يجبرني ان البي نداء قناه او مذيعه وانا لا احبها؟ هو الحب واقفه على اتنين في اوضه نوم؟ ما ده من البوظان اللي احنا شفناه واللي بنشوفه كل يوم. حب بمعنى يجمع بين الناس. جميل. واحنا اوكي طيب اديك ضحكتي اهو. يبقى انا اعتبر ده نجاح والله. ما تعرفش حاجه. طيب على العموم ده المثل. شكرا يا دكتور، انت من الطف الشخصيات الحقيقه اللي استضفناها. كان معنا مقدم برنامج المواد الحسنه الدكتور مبروك عطيه. شكرا جزيلا.